شخص عرفته من شاطئ البحر، شخص غريب شايل شنطة زي موزعين البريد، شكله كسلان قوي، كان قاعد تعبان من نفسه ومن الدنيا. قاموس كلامه مش شايل غير كلمة واحدة، كلمة اوف. قربت منه وقلت له: انت موزع البريد في اجازة؟ قال لي: اجازة؟ قالها بغيظ مكتوم. ليه مش من حقك تاخد اجازة؟ انا ما خدتش اجازة يوم واحد في حياتي. ليه، هي مصلحة البريد اللي انت فيها ما بتعرفش الاجازات؟ بقى كل يوم من الفجر اخد شنطتي مليانة رسايل قد عدد الرمل اللي انت شايفه ده، لازم اخلصها، وتاني يوم تتملى من جديد. ولا الايام بتخلص ولا الرسايل بتخلص. بس ازاي بتقدر توزع الرسايل دي كلها؟ انا بوزع الرسايل دي بظروفها. المهم مرجعش بولا رسالة. فتح الشنطة، شفت رسايل كتير قوي. هتوزع كل ده ازاي؟ احنا العصر، هتلحق تخلص كل الرسايل ديت؟ كان في صياد من الفجر ما طلعش ولا سمكة، اداله عشرات من الرسايل اللي كانت معاه، وفجأة شبكة الصياد طلعت من البحر مليانة سمك، وكان جنبيه عدد من الصيادين. طيب الصيادين دول، لا، الصيادين دول بعيد قوي عني، انا اديت رسايلهم للصياد القريب مني. ومرت جنبنا عجوز كريهة الصوت، قربت من موزع البريد، ادالها من شنطته حوالي 1000 رسالة. في ثواني دق جرس تليفونها، جالها خبر جميل قوي: كسبت الجايزة الكبرى في برنامج من سيربح المليون. 1000 مبروك، كسبت 1,000,000 جنيه. اتقي الله يا شيخ. العجوز ديت اللي بيكره القبر ان يضحك لها كسبتها 1,000,000 جنيه، وعلى بعد منها خطوات شابات جميلات فرحانين بالحياة ما اديتهمش حاجة. فدافع عني وقال لي: اسكت، انا لا اميز بين الربيع والخريف، الجميل والقبيح، انا مظلوم تعبان. انصرف، تركني اسمع ضحك الصياد والمرأة العجوز. جريت وراه: ايها الموزع، انت نسيت تديني من رسايلك. قعدت ادور عليه، لقيته اختفى. قعدت على الشاطئ وانا يائس ندمان. الحظ كان هنا، محفظته مليانة، بيدي الناس من غير حساب، بس الفلسفة شغلتني عن مصلحتي. ما طلبتش منه، ما خدتش منه غير الكلام. كان ممكن اكون انا صاحب الجايزة الكبرى، جايزة $1,000,000. الحياة قصة، كل واحد فينا حياته عبارة عن مجموعة من القصص. علشان كده أنا بحب كل أنواع القصص. ولو أنت مهتم بالقصص وعارف أهميتها، هطلب منك لايك يساعد في انتشار المحتوى، لأن تشجيعك ليا بالنسبة لي شيء مهم. وياريت تكتب تعليق بنوع القصص اللي أنت بتحبها.